خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي، حديث شريف اقتدى به وعلى دربه سار. وما الجديد؟ فلقد اشتهر بأنه جابر للخواطر، داعم قوي لكل شريف، مساند لفكر وتطلعات الشباب، لا يكل ولا يمل في تقديم الخير. تبنى المبادرات التي أدخلت الفرحة والسعادة على الملايين من أهالي الشرقية. إنه العقيد الإنسان أحمد عبد الجواد، على سيرة والده الراحل الأستاذ الدكتور عبد الجواد معزوز يسير من الشيوخ 2020 عن القائمة الوطنية من أجل مصر لحزب مستقبل وطن، لن يثنيه عن أصوله التي تمسك بها. ورغم الحديث عن تحديد المقر بالمدينة، إلى أنه أصر بأن تكون انطلاقة حملته الانتخابية حول أهله من أبناء قرية المعالي بمركز منيا القمح، ليثبت للجميع أنه حافظاً للجميل متمسكاً بأصوله العريقة، ليفتح قلبه وأبواب مقره أمام محبيه الذين يأتون يومياً بالمئات يعلنون دعمهم وتأييدهم من كافة أنحاء مراكز ومدن وقرى محافظة الشرقية. يلا بينا نقوم نشارك، احنا مستقبل وطن. يلا بينا نقوم نساعد، كل ده لأجل الوطن. يلا بينا نقوم نشارك، احنا مستقبل وطن. يلا بينا نقوم نساعد، كل ده لأجل الوطن. علشان كده كلنا هننزل وهندعم القائمة الوطنية من أجل مصر، ورمزها كليوباترا، واللي تم اختيار مرشحيها بعناية، ومنهم المهندس أحمد الخطيب رجل العلم، واللواء خالد سعيد الشخصية القيادية، والمحاسب أيمن حامد رجل الصناعة وممثل الشباب، والدكتورة يسرى أباظة فكر إداري وتكنولوجي، وعلى رأسهم العقيد أحمد عبد الجواد. وبرضه مش هننسى مرشحي حزب مستقبل وطن الفردي، هتلاقيهم في ورقة لوحدها، ونختار بكل ثقة من رقم 1 ل7، لأنهم يستحقون الدعم والتأييد ومكسب سياسي كبير لمحافظة الشرقية. وهم المهندس عبد المجيد الأشقر رمز المسدس رقم 1. دورنا نتابع ونقول رأينا في معاهدات الصلح والتحالف وجميع المعاهدات التي تتعلق بحقوق السيادة. الدكتور محمد الصالحي رمز الأباجورة رقم 2. دورنا ننور لك الطريق ونتابع حقوقك وواجباتك. المحاسب عمرو التونسي رمز السلم رقم 3. هنطلع سوا سلم المجد خطوة بخطوة مع بعض. المهندس أحمد صلاح الطاروطي رمز القلم رقم 4. في كتاب التاريخ هنكتب إنجازاتنا وهنتحاسب بالورقة والقلم. الأستاذ الدكتور محمد سليم رمز الكتاب رقم 5. دورنا نعرفك أي معلومة ناقصة بكل شفافية، ونساهم في زيادة توعية الشعب، وندعم الثقافة والفكر والأدب. الدكتور نور هاشم رمز سنبلة القمح رقم 6. دعم الفلاحين ومناقشة خطة النهوض بالقطاع الزراعي، هدف أساسي في مجلس الشيوخ عشان إخواتنا وأهالينا المزارعين. الأستاذ الدكتور أحمد شاهين رمز ريموت كنترول رقم 7. هنتابع مشروع الخطة العامة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية، ومش هنضيع صوتنا وهننزل كلنا علشان يبقى لنا غرفة تشريعية تانية في مجلس الشيوخ 2020. وعلشان نكمل مشوارنا انزل شارك وخليك إيجابي وقول رأيك بكل شفافية.